اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حط لي لايك حلو زي كده، ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي في القناة وتشرفيني. هنعمل ايه النهارده؟ بصوا بقى، عماله بقول لكم يا لهوي هنغسل مواعين هنغسل مواعين. خدتوا بالكم الحركه دي في الاول؟ فانا ايه النهارده هغسل معاكم مواعين وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. لقيت الدنيا مكركبة عندي قوي. طبعا المية كانت قطعة يا جماعة، مش عارفة حكاية المية معايا. المهم المية كانت قطعة. ف يعني المواعين دي كانت عندي كده. فيعني اللي خلاني ادبق يعني اللي خلاني يبقى في مواعين كتير كده ان المية كانت قطعة. تمام. هجيب بقى الصابون ده يا جماعة، بشتريه بالكيلو. الصابون اللي انا بعمله ده بشتريه بالكيلو. فهحط صابون كده ونغسل المواعين. ويلا اقول لكم على حاجة واحنا بنغسل المواعين. الاول حط لايك كده حلو، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه ويوصلك. يلا بينا يلا بينا. اهم حاجه كل سنه وانتم طيبين. لعاشر مره اقول لكم كل سنه وانتم طيبين برأس السنه. خلاص ان يعني بكره اول يعني الفيديو ده هينزل لكم بكره ان شاء الله. فهيبقى ايه؟ هيبقى بعديه على طول. يعني بصوا، مش عارفة النهاردة آخر يوم في في السنة ولا بكرة. يعني هو ممكن يوصل لكم أول يوم في السنة أو إيه، أو آخر يوم في السنة. تمام. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كده تحققوا كل أحلامكم السنة دي. يا رب يا رب يا رب تحققوا كل أحلامكم السنة الجديدة دي. واللي مش حقق حاجة، اللي مش حقق حاجة السنة دي، يا رب السنة الجاية يحققها. وبإذن الله هيحققها. وما تزعلوش اللي مش حقق حاجة واللي كان نفسه في حاجة يعني اللي كان نفسه في حاجة وبتتمنى ان هي تتحقق. ما تزعلوش، ربنا كبير قوي والله العظيم، ربنا كبير قوي وهتتحقق بإذن الله. وإن شاء الله يا رب تتحقق السنة دي وتبقوا سعداء. كل أصحابي وكل أحبابي يا رب يبقوا دايما في أحسن حال السنة دي. السنة الجديدة يعني يبقوا دايما في أحسن حال ويفرحوا كده ويا رب كل همومكم كده تنزاح عنكم. كل اللي عنده هم يا رب ينزاح عنه خالص. وتكونوا بخير، وتكونوا بخير دايما وبسلامة. أتمنى لكم تكونوا دايما بخير وسلامة. يلا بينا نشوف بقى الايه المواعين. يا دي النيلة على المواعين، ايه يا ام غنى كل شويه مواعين مواعين مواعين؟ تعبنا من المواعين والله يا جماعه. انا بقول لكم تعبنا من المواعين بجد. اي ست بيت كده يعني اي ست بيت المطبخ بالنسبه لها هو بيتها. يعني المطبخ هو بيتها، مش الشقه. مش الشقه، المطبخ. عشان احنا اصلا بنقضي معظم وقتنا في المطبخ، بنقضي معظم وقتنا في المطبخ. طبيخ. هات الاكل ودي الاكل، اعملي شاي اعملي قهوه، انتوا عارفين بقى الحاجات دي. طبعا كنا احنا فطرنا، يعني كنا احنا فطرنا في ايه. فعمر ابني جاب لنا الفول. جايب الفول. ان شاء الله يا جماعه ابقى ادمس معاكم فول. عشان ايه؟ كل حاجه غليت دلوقتي وعايزين نعمل حاجات بقى في البيت. بحيث ان احنا نحاول نوفر، يعني مش نحاول نوفر يعني وندبق، لا. نحاول نوفر. عشان كل حاجه غاليه. كل حاجه غاليه. تتوقعوا ان انا رحت اجيب ازازه زيت اللي هي الصغيره، يعني مش مكمله لتر، والله العظيم مش مكمله لتر. الاقيها ب43 جنيه. والله العظيم 43 جنيه. كانت الاول ب15 جنيه. تمام. ورجعت بعد كده ب30 جنيه. وكان مش عاجبنا، يعني هي كانت ب15 جنيه، يعني هي كانت معقولة شوية. لما وصلت ل30 جنيه مش كان عاجبنا خالص. لما وصلت بقى ب43 نعمل ايه بقى احنا؟ قولوا لي اعمل ايه بقى اما الاقي ازازة الزيت ب43 جنيه؟ والله العظيم يا دوبك قليت بيها قلية. نصها بس اللي قليت بيه نصها. ما هي اصلا نصها ايه؟ كوباية. نصها كوباية يعني مش كتير، يعني بقول لكم اقل من لتر. والله اقل من لتر. فربنا يلطف بينا في الغلا ده، والله العظيم ربنا يلطف بينا. يلا ربنا يلطف بينا في الغلا ده، نعمل ايه بس؟ المهم شايفين اللي مخلل؟ انتوا واخدين بالكم من اللي مخلل اللي ام غنى عاملاه؟
واخدين بالكم من المخلل اللي انا عاملاه؟ قلت بعد ما غسلت المواعين بقى كده ومسحت طبعا انا صبنت الرخامه كلها وايه ونشفتها كويس. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. انا بقى عماله افكر يا رب هنطبخ ايه زي كل واحده، زي حيرة كل واحده. هنطبخ إيه النهارده يا جماعه؟ هنطبخ ايه؟ قلت اما اروح ادور كده في الفريزر. عامه انتوا عارفين ان انا بجيب سمك لنص الاسبوع، يعني لما اروح اجيب سمك مشوي بجيب كمان معايا لنص الاسبوع، او مثلا بجيب معايا كمان سمك احطه في الفريزر لما اعوزه يعني. فايه قلت ابص في الفريزر لقيت السمك اللي انا كنت جايبه سمك وحطاه في الفريزر. كنت جايبه سمك بلطي، تمام، سمك بلطي، السمكه الوسط. كنت جايبه السمكه الوسط، مش الكبيره قوي ولا الصغيره قوي، تمام، هي مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، معقوله يعني. فبصراحة أنا كنت هقليه، بس السمك البوري ده يا جماعة لما تشويه بيبقى أحلى كتير من إن أنت تقليه، أحلى كتير مما أنت تقليه، عشان كله بيبقى دهون. والحمد لله إن أنا شويته، عشان هتشوفوا دلوقتي لقيت إيه. هتشوفوا دلوقتي أنا شويته ليه. يعني الحمد هتقولوا ليه بتقولي كده؟ إن أنا بقول الحمد لله، يعني لقيت في كنوز، لقيت في السمك كنز. لقيت في السمكة دي كنز يا جماعة. ف هتشوفوا دلوقتي الكنز اللي انا لقيته فيها. فهنشويها مع بعض. طبعا انا كنت هقليه ورجعت تاني قلت لا اشويه، عشان ايه؟ هو في الشوي بيبقى احلى بصراحة. السمك البوري والمكاريل بيبقى في الشوي حكاية، غير ان انت بيبقى في الشوي وبيبقى اللهم صل على النبي لما تعملي سنجاري. يعني السنجاري والشوي بيبقى جميل جدا في السنجاري وفي الشوي. لكن انا هشويه بقى، قلت اشويه، لقيته كده حلو فقلت لازم اشويه، يعني هيبقى حلو ان شاء الله في الشوي. فطبعا انا في الوقت ده وانا بغسله كنت انا مطلعاه اصلا ما يفك من الصبح. فقلت بقى ايه قلت بقى ايه وانا بغسله كده شغلت الفرن عشان يسخن. لازم يا جماعة الفرن يسخن جدا، يسخن يسخن، يعني اكنك طبعا عشان تختبري الفرن بتعملي ايه؟ بحط حبة ردة، بحط حبة ردة من اللي انا الردة الناعمة دي. الردة الناعمة دي بغلف بها السمك واقوم ايه رصاه كده بالطريقة دي. بس اوعي تحطي السمك قبل ما الفرن يسخن. وتختبري الفرن سخن من ايه؟ ان انت تحطي حبة ردة الاول كده على الصاج، تلاقيها لو ولعت معاكي او دخنت جامد يبقى كده الفرن تمام، يعني الفرن كده يبقى تمام سخن وتمام. طبعا هغلف كده الردة دي ما بستغناش عنها، يعني عندي في البيت على طول. هغلف بقى الردة كده، السمك هغلفه بالردة واقوم رصاه وقافلة عليه ومعلية النار على الاخر. طبعا أنا عندي الفرن بتولع من تحت بس، يعني بتولع لا من تحت لا من فوق، يعني العينين اللي فوق واللي تحت ما مش بتولعوا مع بعض. فانا ولعت من تحت بس، وعشان هحطه على الصاج تمام. مش هنعوز اللي فوق خالص، هو هينشوي باذن الله لوحده وبعد كده تقلبيه. يعني انا مش هعوز الشوايه اللي فوق، انا بشويه ازاي؟ على الصاج اللي تحت مباشره على النار، يعني الصاج اللي فوق النار على طول. بترصي السمك بس ما يكون الفرن مولع يعني سخن جدا، وبعدين ترص السمك، وبعد كده ايه لما ينشوي اول ما ينشوي كده لونه يتغير خالص من تحت تقلبيه الناحية التانية، تمام. لما ينشوي حلو من تحت تقومي قلبه هتشوفوا دلوقتي بقلبه بقى الناحية التانية. في الوقت ده طبعا وانا بسخن زيت كده، وهعمل معاكم دلوقتي، هعمل معاكم رز صيادية. هنعمل مع بعض رز صيادية. وانا بعمل الرز كده لقيت الفرن الباب اتفتح، باب الفرن اتفتح. ف انا عندي الفرن بتاعي بعافية شوية يا جماعة، يعني مجنون شوية، مش مشكلة. ايه هعمل ايه بقى؟ جبت بس ما حدش يضحك. جبت ايد المقشة ايد المقشة وايه وسندت بقى الباب بتاع الفرن، تمام، عشان مش كل شوية يتفتح يعني ويطلع دخان. هتشوفوا دلوقتي كل شوية يتفتح ويطلع دخان. فانا سندت الباب بتاع الفرن بايد المقشة. المهم طبعا انا خرطت بصلتين كده حلوين، خرطتهم ناعم. بصوا في الوقت ده انا قلبته، بقول لكم شفتوا يا جماعة انا لسه قلباه دلوقتي. بصوا من فوق مشوي وزي الفل ازاي، يعني بصوا لونه عامل ازاي.
لما لونه يعمل كده تقومي قلبه على طول. قلبته بالمساكه. لو عندك مسكه، بس خلي بالك بقى، مش عشان النار بتبقى الفرن بتبقى سخنه، فخلي بالك يعني بمسكه طويله كده وقلبي بالراحه. وشايفين بقى المخلل يا جماعه لونه اتغير ازاي؟ البنجر بقى اللي مخلي لونه جميل كده. فاحنا عايزه اقول لكم في الوقت اللي انا بسجل لكم في الفيديو ده كان البرطمان الصغير ده خلص من طعامته ومن حلاوته بصراحه، يعني ما نقدرش نستغنى عنه في الفطار، المخلل بالذات. وبعدين ما بحبش اشتري مخلل من بره. تعالوا بقى نعمل ايه. ولو مش في مخلل في البيت ما بشتريش من بره، عشان تكونوا عارفين احنا اصلا يعني المفروض الحاجات دي مش ناكلها كتير، ولا المخللات ولا المسكرات كتير، عشان الصحي لنا يعني. هتعملي ايه يا ام غنى دلوقتي؟ طبعا السمك في الوقت ده كان انشوى. انا بحمر البصلتين، لازم يتحمروا كده. تعالوا نشوف هنعمل حدق السمك يا جماعه. في الوقت ده انا بعمل حدق السمك. هجيب قرنين فلفل حراق، على ليمونه واقطعها كده 4 ارباع، على طماطميتين، على كزبره ناشفه، على ملح، تمام، على معلقه ملح كبيره، على ايه اللي انا وريته لكم الاخضر ده كنت مطلعاه من الفريزر، ده العطوف بتاعه التوم. العطوف بتاعه التوم اللي كنا فارمينها مع بعض يوم ما كنت خزنت معاكم التوم المفروم. كان في عطوف كده خضرة بتاعه التوم، كنت انا فرماها ومخزناها في الفريزر، وقلت لكم ده هبقى ايه اعملها لحدق السمك. فاكرين؟ اللي لسه معايا اللي معايا يعني من زمان فاكر الفيديو ده. اللي عايز يشوفه يعني وحابب يشوفه يروح يشوفه. كان فيديو تفريز التوم، تمام، تفريز التوم. هنعمل ايه بقى؟ بعد ما انا فرمتهم كده كويس هقوم حاطه عليهم، عشان هو اصلا مفروم العطوف دي مفرومه، عطوف التوم دي مفرومه، فانا ايه هحط عليها الحدق كده، واحط عليها زي كوبايه ميه على الحدق، واقلبهم في بعض. تمام. تمام. تعالي بقى للرز الصياديه. انا هحمر الايه، هحمر البصلتين، هحمرهم حلو، يعني لونهم يكون ايه داخل على يكون مكرمل كده. انا عايزه البصلتين معايا يكونوا مكرملين. شايفين السمك وجماله؟ يا جماله يا جماله. شايفين الجمال؟ هنزل بقى بالحدق بعد ما قلبت كويس، هنزل بيه على السمك. شايفين السمك؟ وهوريهولكم من جوه، ما تقلقوش، ده انا هفتحه لكم وهتشوفوه. ما احنا بنلعب يعني ولا ايه؟ هقوم ايه حاطه الايه الحدق بتاعه كده عليه. يا سلام يا سلام، كان طعمه يا جماعه مش هقول لكم. حطيت الحدق كده. في ناس بقى بتسخن الحدق ده، بتشوحه كده على النار وتحط عليه ميه. في ناس بتعمل كده، بس انا ما بحبش الطريقه دي بصراحه. كده كده السمك سخن، فسخن على سخن مش ناقصين يعني ايه. يعني احنا هو كده كده السمك سخن، فانا هحط الحدق على طول، بيبقى طعم كمان. تعالوا بقى ايه بعد ما البصلتين معايا اتكرملوا، هجيب بقى الايه. تعالوا نشوف بقى هنعمل نحط ايه. هنحط بقى 4 ورقات كده لورو. يا سلام. هعمل معاكم الرز مبهر، رز الصيادية هنعمله مبهر. بعد ما حمرت البصل ودخل على الكرملة كده زي ما انتوا شفتوا اللون البني الجميل ده، هعمل ايه؟ هحط 2 ورقتين لورو على ايه، على اللهم صل على النبي. كان عندي توابل كده مطحونة، كنت طحناها معاكم قبل كده، بتنفع السمك وبتنفع اي او لحوم واي حاجة. البهارات اللي انا كنت طحناها معاكم، انا عاملة بهارات للسمك واللحمة يا جماعة، بتمشي مع السمك واللحم. فهحط منها شوية كده على ايه، على حبة كنت حطيت اللهم صل على النبي ايه، هحط بابريكا وايه وملح، معلقة ملح كبيرة، تمام، و... وفلفل اسود وكمون، ده كله على الرز اتبهر معايا بقى. عايزاكوا بقى، نفسي تدوقوا الرز اللي انا بعمله ده، حاجه كده خرافه. كنت عملت السلطه عقبال ما الرز، كنت هديت على الرز النار وعملت السلطه. في الوقت ده كان العيال بقى جم من الدرس، كانوا هما في الدرس في الوقت اللي انا يعني انا طبخت وخلصت، وهما بقى جم من الدرس على الاكل على طول. عمر كانت غنى برضو في الدرس في الوقت ده، كان عمر رايح يجيب غنى من الدرس، تمام، عمر جه من الدرس وراح يجيبها. فايه اتصلت بيهم قالوا احنا جايين اهم في الطريق، كانوا طالعين على السلم في الوقت ده اللي انا بصور لكم، في الوقت ده كانوا طالعين على السلم. فبقول لكم انا مش هقعد اكل لوحدي زي ما انتوا كل مره تقولوا لي انت بتقعدي يا ابو غيره لوحدك تاكلي. لا والله. في الوقت ده بنت عبير كانت بتصورني، وعمر وغنى
عمر راح يجيب غنى من الدرس قريب مننا جدا، فراح يجيبها وايه، وكانوا طالعين شايفين السمك. شوفوا الكنز اللي في السمك ده يا جماعة، البطروخ. شفتوا البطروخ؟ السمك طلع مبطرخ، يعني انا ما غلطتش ان انا شويته، يعني الحمد لله ان انا شويته. فجميل قوي في الشوي بصراحة يعني. وبصوا شفتوا قلب السمك عامل ازاي. مش تنسوني بقى باللايك. باي.